يا صباح الفل، ازيكم يا بنات؟ النهارده بقى هنخزن ورق العنب. احنا بقى ايه دلوقتي في عز موسم ورق العنب، واحسن وقت تخزني فيه ورق العنب دلوقتي. دلوقتي ليه؟ علشان دلوقتي بيبقى لسه طري قبل ما الورقه تنشف بقى وتقشعر وايه، وما تعرفيش تخزنيها تبقى مجلده بقى كده وناشفه. لا، دلوقتي افضل وقت ان انت تخزني فيه ورق العنب. تمام. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا وهتعجبك. ومش بصي، دي طريقتي معتمده بقالي سنين بعملها، ما غيرتهاش. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، عايزه اقول لكم على معلومه بسيطه. الناس اللي بتخاف من العين الاحمر ده اهو، بصوا يعني انا لسه مقطعاه قدامكم اهو، لسه مقطعاه من عندنا من الجنينه. في عين تلاقيه احمر، ده ما تخافيش منه. بصوا دي خلقه ربنا. وفي عين تلاقيه اخضر، يعني ما تخافيش. العين الاحمر ده مش بيبقى توت، لا بيبقى ورق عنب برضو. طب تعرفي ازاي ورقه العنب من ورقه التوت؟ ورقه العنب بتبقى ناعمه، لكن ورقه التوت بتبقى خشنه. ورقه العنب بتبقى كبيره، بسم الله ما شاء الله، بتبقى مفروده كده ولونها جميل زي ما انتم شايفين كده، وبتبقى كبيره. ورقه التوت ما بتبقاش بالحجم ده، بتبقى اقل شويه وكمان بتبقى خشن. تمام. انا هنا بقى ايه، يلا بينا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. نسمي الله ونصلي على رسول الله. انا قطعت الكميه اللي انتم شايفينها ديت. طبعا الكميه دي ما قطعتهاش في وقتها، لا ده انا بحوش فيها بقالي كام يوم. كل ما الاقي نفسي بقى كده فاضيه اقطع شويه، الحاج يقطع لي شويه، انا اقطع شويه. وبعدين ايه، عشان لما حوشت بقى الكميه دي، فعايزه اقول لكم ان انا بقى ايه، بحوش البرطمانات الازاز ديت بتاعه مربى، بتاعه عسل. إيه، البرطمانات دي كنز في البيت يا جماعه. اوعي يبقى عندك برطمان ازاز وترميه، بتحتاجيه في اي وقت. عايزه اقول لكم ان انت لو نزلت تشتري برطمان ازاز فاضي والله هتجيبيه بفلوس طب وليه؟ ما برطمان مربى يفضى تغسليه وتعينيه. اي برطمان جبنه عسل. انا عندي بقى دي حاجه عندي بقى ايه. ولادي بيقولوا لي حرام عليك يا ماما انت ماليه المطبخ برطمانات. اقول لهم اسكتوا، دي كنز، ده ما يترميش ابدا، ده بينفع في اي وقت تحط فيه سكر، شاي، اي حاجه. المهم نبتدي بقى الفيديو بتاعنا. خدنا بقى ورق العنب اهوت، هنغسله. دي اول حاجه، الطريقه بتاعتي ديت لازم تغسلي ورق العنب. تمام. غسلته بقى اهو زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. الكميه ديت عملت معايا كام برطمان. هتشوفوا دلوقتي بقى هنعمله ازاي. انا ما بقطعش العنق بتاعه، انا بقى ايه، برصه بس كده على بعضه. وطبعا البرطمانات ديت بتبقى مغسوله وغسلاها ومنشفاها ومجففاها وتمام التمام. تغسلها بميه سخنه وتبقى ناشفه، يعني وانت بتحط الورق العنب تبقى ناشفه كده، والبرطمانات بتاعتك تبقى رايقه كده ونضيفه. بتمسكي بقى ورق العنب بتاعك بتنضفيه وترصيه، وتبدأي بقى ايه، تحط كل شوية مع بعض كده من غير ما تشيل العنق ولا اي حاجة، ولا تتعبي نفسك ولا تقعدي تقطعي في العنق في الكمية دي كلها. يعني لو جايبة 2-3 كيلو هتخزنهم في دقايق، في ثواني، مش هياخدوا منك اي مجهود. بصوا بقى، يعني انا جبت البرطمان اهو. تفتحي البرطمان بتاعك نظيف وزي الفل. تمام كده. تمسكي بقى الشوات الورق على العنب، طبعا وهو مغسول، ولو سبتيه شويه على ما الميه تنشف منه مفيش مشاكل. تشتغلي بقى كده كأنك بتلفي محشي. بصوا اهو، شوفوا كل شويه وتمسكيه بقى كده ايه، ترصيه بقى هو واقف زي ما انتم شايفين كده. انا دي بعمل الطريقه بتاعتي دي من زمان، بيقعد من السنه للسنه والله يا جماعه، من السنه للسنه. عايزه اقول لكم ان انا قبل ما اخزن والله العظيم العنب كان خضار عندنا في الجنينه وبدأ يورق، وانا لسه عنده برطمانين من السنه اللي فاتت. وبسم الله ما شاء الله كأنك لسه قطعاه من على العنقود بتاعه، وطعمه مزز وفي منتهى الطعام وفي منتهى الجمال، ولا طعمه اتغير ولا اي حاجه ولا عمل ريم ولا حاجه خالص. او تمسكي بقى كده كل شويه كده تصبعيهم كأنك بتعملي صبع محشي بالظبط. كل شويه على بعض تعملهم صبع وترص وتحط في البرطمان وتملي البرطمان على الاخر، ما تسيبيش فيه مكان فاضي. يعني بصي بقى ايه، يعني يا دوب صباع واحد كده تفوتي صبعك علشان الميه تنزل اللي احنا هنعملها دلوقتي تنزل منها. طيب انا عملت بقى الكميه ديت قلت اوريكم، وبعدين ايه كملت بقى بعدها بقى ايه مع نفسي. تمام. الميه دي عباره عن ايه يا حنون؟ ده لتر ميه يا حبيبه قلب، من الحنفيه، مش ضروري تسخنيها، ميه من الحنفيه يا جماعه. لتر ميه عليه معلقتين ملح كبار ومعلقه سكر كبيره، وتحط سقطه خل صغيره خالص.
تمام. ما تكتريش في الخل، سقطه صغيره بس كده عشان ايه، يبقى ايه يعني يفضل محتفظ بالمزازه بتاعته، ويبقى زي الفل معاك. تمام، يعني سقطه صغيره. إيه يبقى كده بقى إيه، عرفنا المقادير بتاعتنا. اللتر الميه، ميه عاديه، مش ضروري تسخنيها. بص وانت بتحط الميه تمسكي بس البرطمان، تحط صبعك كده علشان الميه تنزل تحت، وتوسعي ورق العنب كده وتساعديه علشان الميه تنزل من تحت لفوق. المهم ان الميه تداري ورق العنب وتغطيه لحد فتحه البرطمان من فوق الفوهه يعني، لحد فوهه البرطمان. تمام. بعد ما خلصت بقى الكميه بتاعتي بقى كلها هي، وخلصت ورق العنب كله، عمل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. طيب هنحط بقى البرطمانات ده هنعمل فيها ايه؟ جبت بقى حله زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، وحطيت فيها فوطه في ارضيه الحله، ورصيت البرطمانات. طب حطيت الفول. طب حطيت الفوطه ليه حنون؟ علشان لما نحط البرطمانات دلوقتي، الحله دي نحطها على النار، البرطمانات دي ما تطقش. وما تغلطيش غلطتي، انا اول مره عملت العنب ده من سنين طويله، اول مره اعمله من زمان. حطيت على طول من غير الفوطه ديت، وكانت النتيجه ان البرطمانات طقت وهي في الحله وهي على النار. هوريكم دلوقتي، هنشوف هنعمل فيها ايه. طيب فضلت بقى ازود ميه، انا بقى رصه البرطمانات اهوت على الفوطه، والفوطه في الحله، وفضلنا بقى نزود ميه لحد الميه ما توصل. بصي الحله مليانه خالص ازاي، لحد ما توصل لحد حلق البرطمان من فوق اهو. حطيتها بقى على النار، او على نار متوسطه. تمام كده. ما تخافيش بقى على البرطمانات بتاعتك، لا هتطق ولا هيحصل اي حاجه. ليه؟ الفوطه حاميه البرطمانات دي. وعلى نار متوسطه لحد ما لون الورق يتغير ويصفر زي ما انتوا شفتوا كده، زي ما انتوا شفتوا كده. طيب بتقعد حوالي نص ساعه على البوتاجاز. اول ما يصفر بقى ويبقى لونه جميل، تقومي فرشله بقى فوطه ناشفه، وما تطلعيش بقى البرطمان على الرخامه يطق منك، يبقى البرطمان طالع مولع، وانت بقى ايه تحطيه على الرخامه يقوم طاق. لا، لازم تفردي فوطه وتطلعيه على الفوطه زي ما انتوا شفتوا كده. ليه؟ الفوطه دي بقى بتحمي البرطمان بتاعك. وشلت بقى الحله دي بقى خالص، وسبت بقى البرطمانات دي لحد ما بردت. قعدت ساعه، والله العظيم يا جماعه كانت سخنه نار. قعدت ساعه لحد ما بردت. واول ما بردت بقى خالص، وبصوا شوف، بصوا الكميه اللي كانت معايا كانت حوالي 3 كيلو او 2 كيلو ونص تقريبا. عملوا ال6 برطمانات دول. تاني يوم قمت مقطعه كمان شويه، عملت كمان 4 برطمانات، عملت 10، ولسه هعمل 10 تانيين. في خلال الشهر ده هكون مخلصه قبل العنب ما ينشف. وبحطهم بقى في العلبه البلاستيك ديت، وفي خزنه المطبخ، في اي خزنه من عندك، ولا تلاجة بقى ولا فريزر ولا اي حاجه. يجي بقى وقت ما فيش ورق عنب، تطلعي بقى كده وانت هانم تحشي بقى ورق العنب. وورق العنب عندك، ولو هتشتري برطمان زي دهوت مش هيقل عن 50-70 جنيه في اي سوبر ماركت. وده كان فيديو بتاعنا يا جماعه، والى اللقاء في فيديو